نبدأ أحداث اليوم على لحظة مليانة مشاعر متلخبطة بين الفرح والقلق. صوت الزغاريد يملأ المكان بعد ولادة حمدية، والكل يردد الحمد لله على السلامة. الطفلة وصلت للدنيا أخيراً، صغيرة وملامحها لسه باينة عليها آثار الولادة، ووجهها محمر شوي. الجدة تحاول تطمن حمدية وتقول لها إنه كل الأطفال في أول ساعاتهم يتغير لونهم وما في داعي للقلق. لكن وسط كل هالفرحة دي في غياب واضح. سعدي مش موجود. قالوا إنه خرج بسرعة على البيت عشان يجيب المستمسكات الرسمية حتى يسجلوا بيان الولادة ويقدروا يطلعوا البنت بشكل قانوني. الموضوع شكله بسيط، أوراق وهوية ويرجع. لكن الوقت يبدأ يعدي والدقايق تتحول لساعات وسعدي ما يظهر. الدكتورة تدخل الغرفة وتسأل بهدوء عن الهوية عشان تكمل إجراءات الخروج. حمدية تحاول تبين ثابتة، تقول هو بس راح يجيب الجنسية ويرجع. لكنها وهي تتكلم تحس إنه قلبها مو مطمئن. تحاول تقنع نفسها قبل ما تقنع غيرها. الوقت يمر والقلق يكبر. المسافة بين البيت والمستشفى قصيرة جدا، فليش كل هذا التأخير؟ تبدأ الأفكار السوداء تدور في راسها. هل ممكن صار له شيء؟ هل ممكن يكون تم توقيفه؟ كلمة حملة تفتيش تمر في بالها فجأة وتحس بقشعريرة تمشي في جسمها. ننتقل للبيت. الأجواء هناك مو طبيعية، الهمس مسيطر على المكان وكل واحد يخاف ينطق باللي في باله. الأم واقفة عند الباب كأنها تنتظر خبر، والدعوات ما توقف. اللهم الطف فيه، اللهم رده سالم. أحدهم يقول يمكن تأخر عن نقطة تفتيش، والتاني يحاول يهون الموضوع، لكن التوتر واضح في العيون. نرجع للمستشفى. حمدية جالسة على السرير، بنتها بين إيدينا وعيونها كل شوي تروح لباب الغرفة. أي صوت خطوات يخلي قلبها يدق بسرعة. تتخيل إنه رجع، لكن كل مرة يخيب أمله. الممرضة تدخل مرة تانية وتسأل لسه ما حد جاب الهوية؟ حمدية تبتسم ابتسامة باهتة، جاي بالطريق، لكن صوتها يخونها. واحدة من القريبات تحاول تتصل عليه، الهاتف مغلق. هنا القلق يتحول لخوف حقيقي. واحدة تقول يمكن الشبكة ضعيفة، التانية تقول يمكن البطارية فصلت، لكن الكل عارف إنه في احتمال أكبر ما حد حابب يقوله بصوت عالي. في نفس الوقت حمدية بتعترف بخجل إن ما معها ولا فلوس، حتى لو اضطرت تتحرك أو تروح تسأل بنفسها ما تقدر. الإحساس بالوحدة يزيد عليها أكتر من ألم الولادة. واحدة من النساء تعطيها عصير وقطعة أكل وتقول لها لازم أكل عشان الحليب. تحاول تاخد لقمة لكن الغصة أقوى. وفجأة موظفة الإدارة تدخل وتسأل عن اسم الأب لتسجيل البيانات الأولية. السؤال يربكها، تجاوب لكن تتلحظم لحظة وهي تتذكر إنه الأوراق مو موجودة. الموظفة تقول إذا ما توفرت المستمسكات اليوم لازم نكتب ملاحظة بالتقرير. الكلام هذا بيخلي الموضوع رسمي أكتر وأخطر في نظره. ننتقل للبيت. واحد من الرجال يرجع بسرعة وملامحه متغيرة. كلهم يسألوه بنظرات قبل الكلام، لقيتوه؟ شفتوه؟ بهز راسه بالنفي، بيقول إنه سأل أكتر من مكان وما في أثر. الأم تمسك طرف عباءتها وتتمتم بدعاء بصوت مرتجف. وبينما الكل يحاول يسيطر على أعصابه، يدخل جار ويقول إنه سمع عن حملة تفتيش صارت قريب من المنطقة بنفس الوقت خروج سعدي. الصمت يسيطر فجأة. الاحتمال اللي كانوا يخافون منه صار أقرب للحقيقة. نرجع للمستشفى. حمدية ما عادت تتحمل الانتظار، تحاول تقوم من السرير رغم تعبها، تقول إنها لازم تروح تشوف بنفسها. الكل يمنعها، انت توك والدة، لكن عقلها مش راضي يسكت. وفجأة يرن هاتفها، رقم غريب. ايدها ترتجف وهي ترد ألو. الصوت بالبداية مو واضح، ضجيج وكلام من الداخل، وبعدين بتسمع اسم سعدي. قلبها يوقف لحظة، تسأل بسرعة وينه؟ شو صاير؟ الرد يجي مختصر، تم توقيفه للتأكد من هويته بسبب حملة تفتيش، إجراء روتيني. كلمة توقيف كافية عشان الدنيا تضلم بوجهه. تسأل إذا هو بخير، يرد إذا أوراقه سليمة يطلع. المكالمة تنتهي فجأة. بتنزل الموبايل ببطء والكل ينتظر. بتقول بصوت مكسور أخدوه بس بيقولوا يتأكدوا ويرجع. بيحاولوا يهدونا لكن داخلها إحساس بيقول إنه الأمور أكبر من كلمتين إجراء روتيني. الدكتورة بترجع وبتبلغن إنه الخروج تأجل رسميا لليوم التالي بسبب نقص الأوراق. حمدية تحس نفسها محبوسة، لا تقدر تروح له ولا هو يقدر يجيلها. تنظر لبنتها وبتهمس أبوكي رح يرجع، لازم يرجع. الليل يبدأ ينزل والمستشفى يردى، لكن قلبها مو هادي. كل صوت باب بيخليها ترفع راسها بسرعة. ننتقل لمكان التوقيف. الرجال من العائلة بيوصلوا وبيحاولوا يتكلموا مع المسؤولين. الردود باردة، إجراءات، مراجعة بيانات، لكن واحد منهم بيلمح إنه إذا الأوراق سليمة ممكن ينتهي الموضوع الليلة.
الخبر بيوصل لحمدية عن طريق اتصال سريع. لأول مرة من ساعات تحس إنه في نور بسيط، وفجأة يرن الموبايل مرة تانية، نفس الشخص. بترد بسرعة: ها، شو صار؟ الصوت هالمرة أوضح وأهدى، بيقول: تم التأكد من الأوراق وما في أي مشكلة رسمية. وبعدين بيقول الجملة اللي كانت تنتظرها: سعدي طالع وهو بالطريق. الكلمة بتنزل عليها كأن حياة جديدة. تبكي، لكن هالمرة من الفرح. تضحك وهي بتمسح دموعها وتقول للي حولها: راجع، هو راجع. ننتقل للبيت. الخبر بيوصل هناك، الجو ينقلب من صمت ثقيل إلى دعوات وشكر. الأم بترفع إيدها وتقول: الحمد لله اللي ستر. نرجع للمستشفى. حمدية بترتب نفسها بسرعة رغم التعب، كأن الألم اختفى فجأة. تنظر لبنتها وبتبتسم: أبوكي جاي يشوفك. وبعد لحظات باب الغرفة بينفتح. الخطوات هالمرة معروفة، صوته بيسبق شكله. سعدي بيدخل تعبان، لكن أول ما يشوفها ويشوف بنته ملامحه بتتغير. نظرة بينهم تختصر كل ساعات الخوف. بيقرب من الطفلة، بيشوفها لأول مرة، وابتسامة خفيفة بتطلع منه رغم الإرهاق. الحلقة بتنتهي على صورة عائلة كانت على وشك الانكسار، لكن صبرت وعدت أول اختبار بعد ولادة بنتهم. يمكن الفرحة ما كانت كاملة بدون خوف، لكن يمكن عشان كده صارت أغلى وأصدق. لو عجبك الملخص وما بدك يفوتك أي تطور جديد في مسلسل حمدية، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلك الحلقات أول بأول. يلا، سلام.